مساء الفل، اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فراخ بطريقه جميله جدا، طعمها تحفه جدا وسهله جدا ومن غير اي افتكاسه. وعلى فكره الاكل الحلو بيطلع من غير افتكاسات. معايا بصل مبشور، معايا في شطه خضراء مبشوره، معايا ليمون متقطع شرايح، ومعايا معلقه توم، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات، والفراخ بتاعتي ايا كان الكميه اللي هتعمليها. تمام. هقول مقادير تانية وانا بحطها. معايا فلفل مبشور اهوت انا مقطعه مكعبات صغيره، ومعايا شطه برضو مقطعه مكعبات صغيره، ومعايا ليمون سلايزات كده شرايح ومعلقه توم، وملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. همسك بقى كل دول عجن، مش هرحمهم، عجن من فوق لتحت. ماشي. هفركهم عشان انا عاوزه الميه، البصل ينزل ميته والشطه تنزل ميتها، الليمون يتعصر معايا في ايدي كده، والثوم، وكله مع البهارات كله يمتزج مع بعضه يعني. عايزاهم كلك ينزلوا الميه بتاعتهم بس. وهجيب الفراخ بتاعتي وابدا افرك فيها فرك مبرح يعني، بحيث تشرب من التتبيله، لان انا مش هنقعها، يستحسن تبيتها ليله في التتبيله دي، بس انا عشان هعملها على طول فببدا بفرك جامد بفرك جامد، بحيث ان هي تاخد اكبر قدر من الايه، من التتبيله بتاعتي. انا هعملها من غير اي حاجه تحتها، انت ممكن تحط اي خضار عندك تحطيه تحت منها، حطي منه، هيخلي لك طعمها تحفه. تمام. بتدخلي تحت الجلد وتحت اللحم وكده يعني، بص ما بتخليش حته الا وهي واخده من التتبيله بتاعتك. وزي ما قلت لك تقدري تحطي منها تحت منها اي خضار انت حباه، بيديله طعمه بيكون حلو يعني. وبعد كده هترصيها في الصينيه بتاعتك وتدخليها الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما تستوي بقى. وبعد كده تديها لون. ده كان شكلها بعد ما خلصت، تحفه جدا، تتاكل نيه، خطيره بجد، والطريقه بتديلها طعم رهيب 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 يعني. جربي الطريقه دي وهتعجبك. انا هحطها في الفرن بقى دلوقتي، هغطيها واحطها في الفرن. تمام. طيب الفراخ دي عايزه جنبها ايه؟ عايزه جنبها طحينه، لان احنا هناكلها بعيش. ممكن تاكليها بمكرونه، ممكن تاكليها برز، اعملي جنبها اللي يريحك، بس بما احنا هناكلها بعيش فعايزين سلطه طحينه. فهنعوز ايه لسلطه الطحينه؟ زيت وخل وطحينه وليمون وكمون وملح. تمام. الطحينة بتاعت البوادي دي يا جماعة طعمها تحفة جدا، غير السايبة اللي احنا بنجيبها سايبة من عند العطار. الطحينة دي خطيرة بجد، طعمها حلو وطعمها بتحس انت فعلا بتاكلي طحينة. فانا هعمل اهوت، فضيت الكمية بتاعت الطحينة، وهنزل عليها بالليمون والخل وحبة الزيت والملح والكمون، وبعد كده اخفها براحتي. بص كله مع بعضه، انا بشوف الطريقة الاسهل بالنسبة لي وبعملها، مش لسه هعمل بالترتيب يعني، احط ليمون او بعد كده نشوف هتجمد ونفكها كله مع بعض يا باشا، واضرب اضرب وفك فك وخلص، الموضوع سهل وبسيط. مع طبق سلطة جنبها يا خرابي، تحفة جدا. انا بحب الطحينة بتاعتي يكون فيها الليمون كتير، فانتي وراحتك. والملح برضو هتبقى حسب رغبتك انتي، والكمون برضو ممكن تحط عليهم بصل بودرة او توم بودرة، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش. وببدأ اقلب اقلب، القوام بيتقل معايا اهوت. هبدأ بقى اجيب مية سخنة وافكها بيها اهو. انا هخليها خفيفة حبتين لان دي فراخ مشوية، فمش عايزاها تخينة يعني، مش عايزاها ايه تقيلة، انا عايزاها تغمس معايا وتدي كمية معايا، فهخففها. بس في الوقت ده كنت سايبة الفراخ بتاعتي تنشوي في الفرن، تاخد لون يعني، لأنها كانت استوت، فسبتها تاخد لون، شلت الغطا من عليها وخليتها تاخد لون، ونشوف النتيجة الهايلة بعد ما طلعت. قلت لكم في الوقت ده كنت سايباها تعمل، سهيت عليها جنب خد لون، بقى الجلد بس شبه خد لون شوية، وجنب لأ. جربوها بالهنا